لو عملت زراعة شعر أو بتفكر تعملها، لازم تعرف إن في أخطاء كتير ممكن تضيع مجهودك كله، وللأسف ناس كتير مش واخدة بالها منها. أول غلطة هي اللمس الكتير والهرش في فروة الراس في أول فترة من فترات العملية، خصوصا أول شهر. ممكن ساعتها تكون الحكة والهرش سبب إنك تخرج البصيلات من مكانها قبل ما تكون ثبتت وجذورها بدأت تبقى متركزة في الجلد. تاني غلطة هي التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة أول 10 أيام بعد العملية، أو إنك تغسل راسك بطريقة مش كويسة بالمية. في أول 10 أيام في تعليمات مهمة جدا في طريقة غسيلك لفروة راسك. كل التعليمات دي طبعا بتستلمها من المركز في روشتة مكتوبة أو عن طريق فيديو توضيحي بنبعته لحضرتك، لازم تاخد بالك منه. تالت واحدة ودي مهمة جدا، النوم الغلط بعد العملية. أوقات كتير الناس بتخاف تنام بعد العملية أو بتكتف نفسها وتقول يا دكتور هو أنا ينفع أنام بعد العملية فعلا؟ الحقيقة إنك ممكن تنام عادي خالص، لكن لازم تتجنب إنك تلمس وتضغط على الشعر المزروع بشكل مباشر أول أسبوع تقريبا بعد العملية، أو إنك تلبس الكاب الضيق. ممنوع لمس فروة الراس أو لبس حاجة عليها لحد جلسة التقشير لما تنورنا في المركز في اليوم الثامن أو العاشر بعد العملية إن شاء الله. رابع مشكلة هي التدخين. طبعا ده مشكلة المشاكل أصلا ومشكلة العصر. التدخين والأكل غير الصحي من الحاجات اللي بتؤثر على تغذية البصيلات، خاصة أول 10 أيام بعد العملية. خامس حاجة استخدام منتجات غلط. لازم تستخدم في العشر أيام الأول بعد العملية المنتجات اللي أنت بتستلمها من المركز بشكل مباشر، وأهمها هو الشامبو اللي هتغسل بيه راسك في الفترة الأولى. لو عاوز شعرك يطلع بشكل صحي وعاوز تستعيد منظرك الجميل، كلمنا ونورنا في مركز دي اتش سي. وما تنساش تلتزم بالتعليمات البسيطة دي. ولو عندك أي سؤال يخص أمراض الشعر أو أمراض الجلدية أو زراعة الشعر الطبيعي، تقدر تسيبه هنا في كومنت أو تبعت لنا رسالة، وهنتواصل معاك ونرد عليك بشكل شخصي إن شاء الله.